اهلا بكم في درس جديد من دروس اونلاين. ان شاء الله هنشرح النهارده زمن ال present continuous tense او زمن المضارع المستمر. الحقيقه زي الازمنه المستمره زي ال past continuous وال present continuous وال future continuous من اسهل واجمل الازمنه اللي ممكن تذاكرها، يعني حاجات لذيذه كده خفيفه، استخداماتها جميله، تكوينها بسيط. ف هتستمتع ان شاء الله بالثلاث فيديوهات اللي جايين بتوع ال continuous tenses. فاول حاجه معانا هو ال present continuous tense. طبعا احنا عايزين نعرف ثلاث حاجات. اول حاجه بيتكون من ايه، تاني حاجه بنستخدمه امتى، تالت حاجه السؤال والنفي والتوكيد لو في توكيد. تمام. فاول حاجه تكوينه ايه؟ تكوينه هو be plus ving. ايه ving ده؟ ving ده اختصار ل verb plus ing، يعني be verb to be plus الفيرب بتاع الجمله plus ing يبقى be ving. be ving سهله انك تستخدمها وسهله انها تعلق معاك. be ving. تمام. بنستخدمه امتى؟ هو ليه ثلاث استخدامات، ولكن هو واحد بس اللي مشهور وجميل جدا، وهو حاجه بتحصل حالا، مضارع مستمر، حاجه بتحصل حالا، happening now. خد بالك happening ده مضارع مستمر now. فلو عايز اقول انا بصور فيديو دلوقتي I am recording a video right now. ايه كلمه right اللي قبل now ديت؟ يعني right now يعني حالا اهو، او في التو واللحظه. يعني ممكن تقول I'm recording a video now، بس right now توكيد، يعني انت حالا اهو. فانت بتتفرج على الفيديو دلوقتي. you are watching a video. you اللي هو subject are اللي هي صيغه verb to be اللي بتيجي مع you، لان verb to be تقريبا يعني ايه، زي ما قلت لك هو liquid شويه، بيتغير حسب الضمائر. I بيجي معاها am، he وشي وات is، we you they بياخدوا are. ف you are watching a video. فده الزمن المضارع المستمر، حاجه بتحصل حالا. يعني انا احمد صاحبي اتصل بيا بيقول لي انت بتعمل ايه، فقلت له I am recording a video. تمام. حاجات زي دي. سالته انت بتعمل ايه، فقال لي ان هو بيذاكر، يبقى احمد is studying. فحدث بيحدث الان ومستمر. في استخدامين يعني عشان نغطي الموضوع بصوره اكاديميه، وهو ال present continuous tense بنستخدمه لما نعبر عن المستقبل القريب. يعني ايه المستقبل القريب؟ يعني مثلا واحد صاحبي بيسالني What are you doing these days؟ انت بتعمل ايه اليومين دول؟ فقلت له I am studying to be a doctor. I am studying to be a doctor. طبعا being a doctor لو انك تبقى دكتور ده شيء لسه جاي في المستقبل، فانت I am studying دي حاجة شغالة دلوقتي ومستمرة كمان شوية في المستقبل علشان تبقى دكتور. صاحبي برضه بيقول لي انت بتقرا ايه اليومين دول؟ فبقول له I am reading Da Vinci's Code by Dan Brown. I am reading Da Vinci's Code by Dan Brown. يعني انا بقرا دافنشي's كود. طبعا انا مش بقرا دلوقتي في اللحظه اللي انا بكلمه فيها، ولكن بقرا في البيت، بقرا في وقت فراغي، ومستمر شويه في المستقبل. لو هتتلخبط انسى الحاله دي خالص، بس هي كويسه. ودافنشي's كود على فكره great book، فلو ما كنتش قريته حاول تقراه. الاستخدام الثالث للبريزنت كونتينوس تنس وهو بيعبر استخدامه للتعبير عن المستقبل. في طرق كتيره للتعبير عن المستقبل، ان شاء الله هنعمل لها فيديو خاص بيها. واستخدام البريزنت كونتينوس واحده من الطرق ديت. يعني مثلا انت في الشغل فبتقول بعد الشغل هزور واحد صاحبي. تمام. الطبيعي والبديهي I will visit a friend after work. انا هزور واحد صاحبي بعد الشغل، وانت كده تمام. ممكن I am going to visit a friend after work. انا هزور واحد صاحبي بعد الشغل، برضو شغال. الحالة الثالثة بقى او الطريقة الثالثة كمان اللي هي I am visiting a friend after work. دي من ضمن الطرق للتعبير عن المستقبل باستخدام ال present continuous tense. يبقى ال present continuous tense بيعبر عن ثلاث حاجات. اول حاجه happening now بيحصل حالا اهو I'm recording a video you are watching a video. تاني حاجه استخدمه لما نعبر عن حاجات مستمره شويه في المستقبل اللي هي I am reading Da Vinci's Code. انا بقرا الكتاب ومستمر في قرايته. تمام. او I am studying to be a doctor. انا بذاكر عشان ابقى دكتور. ما تصدقنيش انا بس بديك مثال يعني. ديت بالنسبه للاحداث المستمره في المستقبل. وثالث حاجه ان انا بعبر عن شيء هيحدث في المستقبل القريب برضو، ان انا هروح ازور واحد صاحبي بعد الشغل I am visiting a friend after work. تمام. الحاجه الثالثه اللي معانا وهي السؤال في زمن ال present continuous tense. وفي حالتين للسؤال. يعني مثلا اقول لك انت بتعمل ايه دلوقتي، فتقول لي انا بعمل كذا، او ده السؤال الاستفهامي، او yes or no question اللي هي زي الحالات اللي قلناها قبل كده. فالسؤال الاستفهامي لما اقول لك what are you doing right now، انت بتعمل ايه دلوقتي، فتقول I am studying, I am doing my homework, I am recording a video، او اي حاجه تانية يعني. ال yes or no question
نجيب الاوكسيلري فيرب ونحطه في الاول، يعني I am recording a video. نجيب am ونحطها في الاول. Am I recording a video? Yes or no. تمام. Yes I am or no I am not. Are you studying hard? انت بتذاكر كويس؟ تقول yes I am or no I am not. yes I am ممكن التكملة بتاعتها yes I am studying hard. فده السؤال في زمن ال present continuous tense. وزي ما قلت لك الزمن ال present continuous tense من الأزمنة الجميلة واللي سهلة. be plus ving، الفينج اللي هو ال verb plus ing زي ما قلت لك قبل كده، وتقدر تستخدمه للتعبير عن 3 حاجات. انا دلوقتي بصور، او الحاجه انت بتعملها حالا اهو دلوقتي. والاستخدام الثاني لما يكون حدث في المستقبل مستمر شويه في المستقبل، اللي هي I'm studying to be a doctor او I am reading some book. وثالث حاجه اللي هي التعبير عن المستقبل بصيغه ال present continuous tense I am visiting a friend after work. ده زمن ال present continuous باختصار. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. وزي ما قلت لك في النوت بوك برضو خد نوتس، بحيث انك انت لما تحتاج تذاكر البريزنت كونتينوس تنس ترجع وتشوف الحاجات اللي انت كتبتها بخط ايدك وتستذكره بسهوله. ذاتس ات. وما تنساش تبص في الديسكربشن على طول اي فيديو، يعني انا ساعات بنسى اقول لك بص في الديسكربشن، بس بص في الديسكربشن هتلاقي لينكات الدروس اللي فاتت ولينكات الدروس اللي انا هصورها ان شاء الله بعد الفيديو ده. والسلام عليكم.